التقيتوا مع داعش. والله مطالب ما تنفذت. خليها لا تتنفذ، عساكم ما تنفذت. اي صحيح، بس شلون تروح مع داعش؟ مو الناطق الرسمي، وانا مو متبني. لا بس دقائق، بس دقيقه. ايه مو اليوم المقابلك قدم نموذج سيء كحشد من فات الى تكريت، باق ونهب وسلب وذبح، ويطلع اناشيد. وطلعوا من الحشد ناس قالوا اخواني احنا الحشد، باوا عليه زين بالكاميرا. هاي الدور مال البيجات والتكارته فعلهم تركهم وقام يفجر. هذا يخلق احتقان، وهذا يطلع يبتز العالم. المقابل وين يقول لك هذا يروح يجي للرمادي يسوي له مشكله. خليني قاعد زين. اليوم 2 مليون واحد بالموصل كلهم داعش. شيخنا 2 مليون واحد. بس جاوبني انا. ابن الناصريه اللي يجي الرمادي يقاتل شغله شوبي. راح اقول لك شغله شوبي استاذ عدنان، شغله اناشيده يا اخي. والله صحيح. هذا جاي يموت في سبيلك وفي سبيل. استاذ عدنان، احنا عندنا علاقه حتى بالحشد ضباط وكذا، ما ادري شنو نلتزم. قالوا جوا 5 اشخاص ناس مثقفين من جنوب العراق مسجلين ويا الحشد، شافوا الشغله ما معجبه، بايقه هوا، جو على الضابط مالهم قالوا له سيدي يعني تقدر تفهمنا احنا على مود شنو جاي نقاتل؟ فالضابط قال والله سؤال حلو، على مود شرفك وعرضك ومالك ووطنك وشرفك وناموسك وعرضك وزايده وناقصه. زين. قال عمي ذني اللي عددتهم كلهم ما عندي. عرضي بالعمارين بيت ابو العيطه، وشرفي بالناصريه، وانا جاي على العالم من هناك حاط ثوبي بسني وداير على الفلوجه ومزرزر على الموصل. مو هو اذا ما بي خير ابن الموصل وقابل بداعش طب طوب. لا. خلي داعش تكسر راسه اذا هو ما قابل. انت ما تقبل تعطيني مجال وقاعد تقول لي انا مو على مود شرفك. قال له ذني مو عندي، ذني عنده للموصل، شرفه وعرضه عند ابو الرمادي، هو اولى بالدفاع عنه. انت ليش تحاول تخبط زمام الامور وتشيل وزاره الدفاع وتحطها بالسله المهملات، وتشيل وتصادر دور الجيش والضباط الابطال وتاخذ عنوان الحشد الشعبي وتقول لي لازم تؤمن به؟ اقول لك ما اؤمن به. ليش؟ مو بكيفك. يعني انا شفت نموذج قدموه في صلاح الدين سيء، فعليه اليوم هاي قناعه اني ابقى على الوضع اللي هو عليه سنه سنتين، راتب ماكو، بخدمات ما يعني موجودة. ابقى مع داعش ولا يجيني الحشد الشعبي اللي يبوق ثلاجتي. سؤال يعني بس اسالك سؤال، مو الناس خليها لازم تعرف برا اليوم قناتكم كل العراقيين يشوفوها، يعني كل 2 مليون واحد بالموصل خطيه ذول المساكين كلهم داعش؟ والله اخواني ابو قوغادي ناس ما لهم علاقه، هذا لكم دينكم ولي ديني، انت دربك وانا بدربي. خليني اسال، لا تاذيني ولا اذيك، لان انت ما قبلت تضيفني ولا قبلت تحافظ على شرفي. من اللي ما قبل ولا قبل شيخنا؟ انا دا اقصد على الحكومه. من اقول مو انت من اللي ما قبل يضيفكم؟ انا اقصد على الحكومه، ضيفت بغداد على العراقيين. ما قبل يضيف. لا ما يصير الكردي اليوم يقبل يفتح بابه كردي وانا وياك اكو عوامل مشتركه باللغه وبالدين وبالايمان وبالقوميه، ويجيني الكردي يقول لي تعال، ويجيني اردوغان تركيا تحطك اليوم قال بس واحد يحمل الجنسيه العراقيه بين قوسين الانبار معزز مكرم، واني ابو الناصريه وابو الغيره وابو الشيوخ لازم يسوون مؤتمر يقولوا للعبادي عيب يا العبادي اقعد. هذا الحكي مو صحيح. الانبار بالثمانينات ضيفونا اكثر من 30,000 عائله والله في محافظه الانبار موجودين من البصره نتيجه القصف الحرب العراقيه الايرانيه، وكذلك الكراد، وعززناهم وكرمناهم لا تفتيش ولا جنسيه. تعال فوت اقعد. اليوم انت هاي اناشيدك وهاي شيخ رعد نعم. اهل البصره نعم. راحوا للرمادي يتضيفون بحرب ايران، هاي ما سامحها انا يا اخي اقسم بالله. اسال اي واحد ان كان قل له بالحرب العراقيه الايرانيه من صار قصف على ايران على اهل البصره بالمدفعيه وبالهاونات، اهل البصره اجوا على الرمادي، موجود حي البصره بالرمادي، واسال اي واحد يا اخي. خلينا استمع للشيخ. لازم انت بالحرب العراقيه ما كنت بالعراق استاذ؟ انا كنت بالعراق. وين ما تخاف بيوغوسلافيا؟ لا انا موجود. ما راحوا للرمادي.